اللهم اختار لي خير ما تختار لعبادك الصالحين، وارزقني البصيرة في دينك، وافتح لي فتحا مبينا، وارزقني التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة لي ولكم إن شاء الله. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. وقبل ما نبداو في هذا الفيديو نصلي ونسلموا على سيدنا حبيبنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما راكم تشوفوا جبت لكم واحد الطبق بزاف هايل، طبق فخم، طبق تاع العراضه، طبق على طريقه الاعراس اللي هو طاجين الجبن بطريقه بزاف هايله وبمقادير يعني في المتناول. اكيد هنا على حسب افراد العائله وعلى حسب يعني واش راح نديروا، لكن راح نديروا عرضه ولا كان يعني العائله بك الصغيره كما انا درت يعني حاجه قليله بك، لكن طريقه تاع الاعراس كتشوفوها هكا يعني طبق فخم، لكن يعني مش راح يطلب لكم كامل يعني المقادير. على بركة الله نبداو بهذه الوصفة ولا بهذا الطبق الراقي الفخم اللي هو طاجين الجبن على طريقة الأعراس. نصلوا ونسلموا على سيدنا الحبيب ونبداو. اول حاجه نديرو مرق هنا مرق ابيض. عندي هنا كوكوطه درت فيها شويه تاع السمن ولا زبده واش عندكم، مع كميه تاع الزيت. هنا درت يعني هنا نديرو واش عندكم البنات تحبوا ديروا. درت هنايا عندي عظمه تاع لي كوت، اكيد كي تكونوا مدايرين هكا عرضه ولا ديروا حاجه هكا شويه يعني ثقيله. فوالا درت هنا كميه برك هنا باش يعطي لي برك هذاك الذوق في المرق. هذا ما كان تقدروا ديروا كركسه تاع الدجاج يعني واش عندكم، اكيد الكوت يعني راح يعطينا البنه بزاف هايله. قليت هذوك لي كوت باش يخرجوا لي كامل دوك لي سوك تاعهم. زدت لها بصله كبيره قطعتها قطع صغيره قليتها، وهنا زدت معاها حبيبات تاع جزر، عود هكا تاع قرفه و اوراق الرند. فوالا نخلط كلش كما راكم تشوفوا. هنايا راح نزيد لها عندي هنا كميه تاع الثوم كما راكم تشوفوا. تاني هذا الطاجين نقدروا نقولوا عليه على طاجين الزيتون، نقدروا نقولوا عليه طاجين الزيتون، لكن درت فيها شويه اضافات. فوالا هنايا عندي هنا موتارد ولا لا موتارد ولا الخردل تاني يتماشى مليح مع اي صلصه تكون هكا بيضاء. نقليها كل ما نزيد حاجه كل ما نخلط هكا ونقلي. كما راكم تشوفوا النار راهي قليله البنات. انا جهتها غير كي درت هذاك لي كوت ديروا نار جاهده كي تشوفوه يعني حمار وكامل نقصوا النار. وهنا زدت كميه تاع الزيتون. انا الزيتون كما قلت لكم انا ما نغليش، كي نغليه يجي صامت البنات. توابل هنا عندي ملح فلفل اسود، تقدروا ديروا من فلفل ابيض لانه صلصه بيضاء، زنجبيل كركم تابل دجاج، وعندي قزبر. كما قلت لكم البنات الزيتون انا ما نغليهش البنات، درت قطرات باك تاع الماء وخليه هكا يتقلى مليح. راح نحكيو على الزيتون البنات. انا كي نشري الزيتون بكميه هكا معتبره نشلو نحطو في بلاره ولا، ونعاود هكا كل مره نبدلو الماء، كل مره نبدلو الماء على يومين 3 ايام ونخليه في الثلاجه، ومن بعد نهز كميه اللي نسحقها. هنايا بعد ما رفدت الغليان مرقتها، حطيت هناك هكذا ربطه تاع حشيشه ولا معدنوس، انا درت معدنوس للامانه، نغطي عليها من 20 دقيقه راح توجد معايا. من جهه واخا البنات هنا عندي كميه تاع الدجاج، صدر الدجاج واحد صدر كامل ولا نصف صدر الدجاج على حسب يعني الكميه اللي راح نديروها. انا رحيتو اشيتو. وهنا عندي توابل ملح فلفل ابيض، عندي زنجبيل كركم، عندي تابل تاع الدجاج، وعندي قزبر يعني نفس التوابل اللي درناهم في المرق. فوالا باك المرق زدت له يعني عود تاع قرفه. هنا عندي بصله مقطعه، واحد مغرفه كبيره ولا زوج مغارف كبار. عندي هنايا السمن ولا زبده باش يعني يبنن لي هذاك الدجاج وما يجينيش ناشف. وعندي كميه تاع الثوم، وعندي اكيد لا موتارد ولا الخردل. نخلط كلش كما راكم تشوفوا الدجاج مع البصل، نديروا هذوك التوابل ونجيبوا هنايا الثوم. راح ندير كميه وكميه نخليها راح نستعملوا للسلق. راح تشوفوا تاني حنطيب السلق معكم. عندي لا موتارد وعندي هاد السمن انا درت سمن ما درتش زبده، يعطيني بنه بزاف هايله في هذا الدجاج. كم الدجاج يعني ماهوش مشحم، تقدروا ديروا نفس الشيء باللحم المفروم يعني يولي ليكم. فوالا هنايا نخلط مليح، نعجن مليح هذاك الدجاج، نغطيه نحطه في الثلاجه ونطندو حتى نطيب السلق. راح نطيب معكم السلق. عندي هنا ربطه كبيره في المقله، درت كميه تاع الزيت ما تكتروش
هذا مكان. ونجيب هنا انا السلق نشري هكا بكميه معتبره ونحطهم هكا في كونجيلاتور. عندي هنا كاش ربطه ولا ربطه ونص، يعني كميه كبيره، لاني تعرفوا بلي السلق يعني غير تحطوه هكا في المقله راح يعني ينقص، تولي لكم كميه صغيره. انا هنا نزيد بالطريف غير نشوفوه هبط، نزيد كميه اخرى حتى نكمل كامل الكميه اللي عندي. فوالا مع تحريكه هكذا خفيفه، النار تكون هكا شويه قليله. فوالا كما راكم تشوفوا هنا كملت كامل الكميه تاع السلق. كما راكم تشوفوا هنايا السلق ما حنزيد له حتى اضافه ابار هذاك الثوم وشويه تاع ملح، هذا ما كندير له حتى ايبيس، نخليه على طبيعته. فوالا نخليه هكذا حتى نشوفوا يعني بدا يهبط لي. هنايا زدت لها هذيك الكميه اللي بقات لي تاع الثوم. فوالا واحد زوج فصوص، كميه تاع الملح، ما تكثرش الملح لانه السلق راهو مالح، دونك غير كميه خفيفه، خلطه خفيفه. ونخليو كامل هذا السلق نخليوه حتى يعني يدبل ويتشرب لي كامل هذوك السوائل تاعو. نعرفوا باللي هنا زدت له كميه تاع الثوم لاني لقيتو كان عندي غير شويه، زدت له شويه. نخليه هكذا حتى يتشرب كامل هذوك السوائل تاوعو. فوالا نروحو دوكا نديرو هاد المونتاج تاع هاد، حندير لكم هاد حربوش تاع الدجاج محشي بالسلق. فوالا نجيبو هنا هذاك بابي فين، نهبط كامل هذاك العجينه تاع لحم ولا دجاج المفروم. فوالا ونبداو هكا نسويوه على شكل هكذا ريكتانغ ولا كاري كما حبيتو. فوالا كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. وهنا رايحه نهبط عليه هذاك السلق، يعني حندير هنا هاد الدجاج محشي بالسلق. هنايا البنات نسيت ما نحيدش كميه، انا نسحق كميه صغيره بك من هاد الدجاج باش نديرها لا ديكوراسيون. الوغ نقصت هكا شويه وراح نشوفوا واش راح ندير بها. فوالا نستف مليح هذاك السلق، ميم السلق انا ما درتوش كامل، خليت شويه حتى نستعملو من بعد. ونجيبو هنايا الجبن، اي جبن عندكم يكون هكا طري، فروماج بلون يكون بنين. فوالا نديرو هكذا من جهه. وهنا رايحه نرولي هاد الغولي تاع الدجاج بالسلق والجبن. بزاف هاي البنات نديرو هكا، يعني نعرفوا كامل نديرو هاد الرولي تاع الدجاج، طريقه بزاف سهله. هنا تقدروا ديروا واش حبيتوا، يعني الحشوه اللي حبيتوها تقدروا ديروا ميم بالخضار، راح يجي تاني بزاف بنين. تقدروا ديروا اللحم المفروم تاني كحشوه هكذا من داخل كيما حبيتوا البنات. انا هنا نعطيكم بك فكره وانتم واش عندكم ديروه. فوالا هنايا بعد ما روليتو نسي هكا نقفل مليح هذوك لي بو باش ما يخرج لي والو من هاد الرولي. فوالا نعاود هكا نغلفو مليح ونقفل هذوك لي بو من كيما راكم تشوفوا الرولي تاعي جا مليح، ما جاش رقيق، يجي هكا شويه خشين، يعني تاع العراس يجي خشين اخشن من هكذا. حنا درنا انا يعني درتو غير هكا العائله تاعي، نتوما اكيد نتوما ديروا على حسب يعني واش عندكم مناسبه. راح نعاود نغلفو بورقه واحده اخرى هكذا باش نضمن باللي ما يخرج لي والو. فوالا نسيو هكا نربطوه من ونسويوه هكا مليح. واكيد هاد الرولي حنطيبو في الفرن، تحبوا تفوروه تحبوا كيما حبيتوا، يعني لكم الاختيار. انا ما فنفورو، لكن هاد الخطره رايحه تفوروه ولا تطيبوه من في الماء هكا فوق طنجره. انا حنديرو في الفرن، الفرن راني شعلته من قبل. نجيب هنا هاد البلاطو وقبل ما نطيبو اكيد نبيكيو هكا بالموس ولا بالكوردون كيما حبيتو. نصب عليه هكا كميه تاع ما بارد عادي، يجيني قريب النص، يعني ماشي النص، يعني قريب النص تاع الرولي. ونطيبوه على 180 درجه. ناخذ هذيك ساعه، اكيد ساعه كامله يكون واجد معايا. البقيه تاع اللحم ولا الدجاج اللي قاعد لي زدت له ثاني البقيه تاع السلق اللي قاعد لي، هادو راح ندير بهم لي بولات اللي رايحه ندير بهم التزيين. كميه هكا تاع الجبن، راح يجيو بزاف بنان هادو لي بولات. فوالا وهنا رايحه ثاني نزيد لهم حبه بيض ولا عظمه.
وهنا غرفه وحده تاع لا شابلور، ونخلي لا شابلور بجي ونشوف. يعني هنا لازم تحصل على عجينه تكون هكا متماسكه باش نقدر يعني نقليهم. فوالا هذيك الحبه تاع البيض جات يعني زياده على واش عندي. نتوما هذيك الحبه تاع البيض خلطوها وزيدوا بالطريف هكا باش ما يجيكمش جاري. انا كم درتها كامل زدت هكا لا شابلور، زدت مغرفه هكا بالك حتى مغرفه ونص واحده اخرى. فوالا ونتحصلوا على هاد القوام يكون هكا، ما تكونش يابسه العجينه وما تكونش يعني طريه بزاف. فوالا نستعين هكا غير بالماء وندير هكذا كوريات كما راكم تشوفوا. نديروهم هكذا صغيرين باش هكذا نديرو بهم لا ديكوراسيون بنات. فوالا كما راكم تشوفوا نكمل كامل هكذا الكميه. واكيد هاد الكميه راح تاني نحطها في الكونجيلاتور باش تشد روحها قبل ما نقليهم. نروحو نشوفوا المرميطه تاعنا بعد ما طابت لي. شوفوا هذيك المرقه ما شاء الله جات خطره، جات بنينه بزاف هايله البنات. وهنا واش راح ندير البنات، راح نهز هذوك الجزر ولا زروديه راح نهزها كامل باش هكا نميكسيها. كما راكم تشوفوا تقدروا ديروا يعني الجزر تقطعوهم كما طاجين زيتون، لكن هذه طريقه مختلفه يعني يديروها بزاف العراس، حبيت هكا نشاركها معكم. نزيد نهز كميه تاع صلصه باش نقدر يعني نميكسي هاد الجزر. راح نشوفوا واش راح نزيد لها كم اضافه. فوالا هاد الطريقه مرقه البنات بزاف هايله يعني بنينه بزاف. وهنايا زدت لها كميه تاع الجبن على حسب يعني الكميه اللي عندي، ونزيد لها كريمه طازجه. صدقوني هاد الخليط وهاد المزيج راح يعطيكم واحد الذوق خيالي. ميكسي كلش كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. واكيد رايحه نرجع كلش في المرميطه كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. نهبط كامل هذيك الزروديه كي نرحوها حتعطينا هذيك البنه رائعه مع هاد الخليط تاع الجبن والكريمه. فوالا نشعلوا عليها النار ونخليوها هكا تزيد ترفد غليه ولا زوج، يعني تجمر شويه معنا، تنقص غير شويه هذيك الصلصه. واكيد نشوفوها من بعد. في هاد الاونه البنات حبيت ندير معكم هاد الكوكتيل تاع عصير. عندي هنا كميه تاع فريزه، عندي مغرفه كبيره تاع بيتخاف ولا شمندر كان طايب عندي اللي نديرو في الشلاضه، هزيت منه هكا مغرفه كبيره، حبه تاع الموز وحبه تاع عصير ولا نقطعوا هذاك الليمون نقطعوه يعني من عصروش نديروه به باللب تاعو. هنا درت اطره تاع ماء مع زوج مغارف تاع سكر على حسب الذوق، ولا تقدروا ديروا عسل. ميكسيتو صفيتو ونتحصلوا على احلى عصير بنين ومنعش. نحطوه في الثلاجه اكيد. وهنا نروحوا دوكا نقلوا هاد لي بولات اللي راح ندير بهم لا ديكو. حطيت هنايا لا شابلور، انا حبيت يعني نديرهم في لا شابلور في العوض ما نديرو فرينه من الاحسن باش يعطينا هذاك لو كروكون. حطيت من هي كاسرونه حطيت فيها كميه تاع الزيت باش تسخن. وهنا رايحه نحمر هاد نعرفوا هنا اللحم تاعي البنات ماهوش طايب، يعني الدجاج تاعي ماهوش طايب كلشي خضر. دونك هنا راح نطيبو يعني 100%. نقصوا النار بعد ما يسخن لي الزيت، نقصوا النار باش هكذاك يطيب لي هاد الدجاج. واكيد الدجاج ما عندوش الروح تمتم يطيب. فوالا نخليهم هكذا حتى يحمروا وياخذوا لي هذاك اللون ويطيبوا لي مليح. عندي سي بوغ سا درتهم صغار هكا باش يطيبوا لي تمتم وياخذوا ليش الوقت. كيما راكم تشوفوا مره على مره نخلطوا هكذا باش نتاكد باللي سي بون طابوا لي. فوالا نحيهم. شوفوا هذاك اللون البنات اللي خداو لي لون رائع. ديروا لا شابلور في العود فرينه راح تحصلوا على هذا اللون اللي هو بزاف هايل. فوالا نكمل كامل نقلي الكميه تاعي اللي عندي ونحطهم هكا في ورق المصاص باش يمص لي كامل هذاك الزيت الزائد. ومن جهه اخرى بعد ما طاب لي الرولي تاعي البنات، هنا عندي مقله درت كميه تاع زبده مع كميه تاع الزيت، كميه شويه معتبره لاني رايحه نحمر الرولي تاعي في هاد الدهون. شوفوا هنايا بعد ما نحيت له هذاك الورق، شوفوا هنا الرولي تاعي بعد ما طاب اكيد رايحين نحمروه باش يعطينا هذاك اللون. كي نجيو نقطعوه راح يعطينا هذاك الشكل يعني الباهي. نحمروه من كامل جهات البنات، ما نخلو حتى بلاصه بيضاء. هكا نستعين بهاد لابانس ندوروه هكذا وين تحمر نزيدو هكذاك نحمروها كامل. اكيد ميم هذوك لي بو نزيد نحمرهم هكذا كما راكم تشوفوني ندير بهذه الطريقه هكذا باش متقعد لي حتى يعني بلاصه
بيضة. وهنا نحيه اكيد نحطو على هذا الورق المصاص، نخليه حتى يعني يبرد شويه ويهبط لي كامل هذاك الزيوت الزائده. ونشوفوا ان شاء الله هذا الطبق بهذه الطريقه البنات. قدمته في هذا لو بلاطو. قطعت هذاك الورولي على شرائح كما راكم تشوفوا. حطيت الصلصه تاعي في الوسط مع الزيتون، وحطيت هكذا ليمون في الوسط مع كميه تاع معدنوس، وحطيت هكا ستفت هذوك دوائر تاع الرولي تاعي وهذوك لي بولات اللي درتهم بهذه الطريقه هكا كتزيين بنات. ويكون هكا طبق راقي، طبق بزاف هايل وبنين. البنه ما نحكيش عليها البنات، البنه راهي خرافيه صدقوني ولا اروع. ان شاء الله تجربوه. واذا كان عندكم كاش ضيافه في الايامات هادو ولا نهار ان شاء الله ينجحوا هكذا وليداتكم في اي يعني يعني في الباك ولا في اي يعني وشام يعقبوا، تقدروا ديروا هكذا عرضه خفيفه في العائله وديروا هذا الطبق اللي هو بزاف هايل. طبق فخم، طبق راقي وبنين بزاف. ان شاء الله يعجبكم. اكيد هنايا حبيت نعطيكم هكذا كل واحد هكذا كي يحب هكا يسربي كل شاك بيرسون يجي هكا واحده 3 هكا حبيبات تاع شرائح هاد الدجاج مع وحده تاع هذاك الرولي مع العصير المنعش. كان هذا هو الفيديو تاعي. ان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله يكون خفيف ظريف عليكم. تهلاو في رواحكم في صحيحتكم. السلام عليكم.